وإني إذ أتشرف اليوم أن أصدر مرسوما خاصا لأهلنا الكرد يضمن حقوقهم وبعض خصوصياتهم بنص القانون، وأحث كل من هجر من أرضه قسرا أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح. قسرا أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح. وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته، وأن ننبذ ما سوى ذلك. قال أعزائي الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. الأوضاع في سوريا أيضا من سيء إلى أسوأ، والمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي أبو محمد الجولاني أتى في لحظات تكاد تفقد هذا المرسوم قيمته، بحيث صار وجوده كعدمه. المهم، ابتلينا بسلطة لا عهد لها، باعت الوطن وطعنت بأهله قبل أن تطعن حدوده، وكانت سيفا مسلولا على رقاب الأبرياء بأفكار متطرفة تستبيح الدماء. هذا الكلام ليس لي، إنما لسماحة الشيخ حمود الحناوي، أحد أبرز شيوخ العقل لدى طائفة بني معروف، الأخوة الأعزاء في طائفة الموحدين الدروز، بهذه العبارات القوية شديدة الوضوح وصف سماحة الشيخ حمود الحناوي، أحد أبرز شيوخ العقل كما ذكرت لكم، وصف نظام الجولاني في بيان مصور تم بثه في 9 أغسطس الماضي 2025. الشيخ الحناوي لمن لا يعرفه كان أكثر مرونة ومايلا من الشيخ حكمة الهجري إلى تجربة الجولاني ومنحه فرصة، لكنه اكتشف أنه جانب الصواب قليلا حين منحه تلك الفرصة على أمل أن يحترم عهده والاتفاق الذي أبرمه مع أهالي السويداء، لكن الجولاني غدر وجعل الشيخ الحناوي يصطف مع سماحة الشيخ حكمة الهجري في موقفه المبدئي من نظام الجولاني. طبعا جرى ذلك نتيجة ما أظهره نظام الجولاني من خسة ونذالة وغدر وخيانة بحق المدنيين الأبرياء العزل من طائفة بني معروف. كذلك قطع نظام الجولاني عهدا للعلويين، وقال قولته التي يعني تشبه بالرسول عندما فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن اتضح أن الجولاني كان كذابا كبيرا ودجالا كبيرا، وسيبقى هكذا. رأيي سيبقى هكذا، لأنه تربع ترعرع تشرب هذه الخسة والنذالة والصفاقة والغدر والنكث بالعهود. وتجربته في إدلب قبل أن يستلم الحكم خير شاهد على ذلك. وكل هؤلاء اللقاليق اللي بتشوفوهن، معاذ محارب، حمزة مصطفى، كل كانوا بيشتموا سلسفيل عرض الجولاني، بيلعنوا ويشككوا في أصله وفي دينه وفي معتقده وفي نسبه وفي كل شيء. وكبيرهم حسن الدغيم. هؤلاء اللقاليق يشهدون على ماضي الجولاني في الخسة والغدر والخيانة والنذالة في إدلب، وهم الآن يسبحون بحمد عبقريته وكاريزمته
الآن بعد ما صار سلطة. المهم كذلك قطع نظام الجولاني عهدا للعلويين إذا ما سلموا أسلحتهم، فصدق العلويون ذلك وفعلوا، لكن الذي كذب وغدر وخان هو نظام الجولاني. وبالتالي فالشيخ الحناوي، الشيخ حمود الحناوي، لم يقل تلك الأوصاف الحازمة والغاضبة والحانقة والحكيمة بحق نظام الجولاني هكذا جزافا كيفما اتفق، ومن دون أسانيد أو براهين قوية شكيمة. لا، الرجل يستند على أرضية صلبة من الأسانيد والبراهين جرت في محافظة السويداء، وجرت في محافظات الساحل السوري، وجرت سابقا في إدلب. ولكن يبدو أن هؤلاء الذين انقلبوا على أعقابهم وعلى قناعاتهم وعلى شتائمهم التي كالوها للجولاني لحسوها وصاروا طبولا وطبالين يسبحون بحمد ومناقب ومكارم ومحاسن هذا الإرهابي الكبير. يعني في تقديري هذا النظام الموجود حاليا، وسبق أن قلت ذلك مرارا، جذور نظام الجولاني تعود إلى الغلو المستشري في التاريخ الإسلامي والموثق طبقا للمصادر السنية. يعني ذلك الغلو في التوحش والبربرية الذي ابتدأ في التاريخ الإسلامي منذ حروب الردة، ثم انتقلت إلى الحربين، حربي الجمل وصفين، وبعد ذلك تسميم الحسن بن علي، ثم قتل الحسين، فحصار الأمويين لمكة، وضرب الكعبة بالمنجنيقات وحرق أستارها وتهديمها، وقتل وصلب عبد الله بن زبير بن العوام اللي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أنا أقصد يعني الزبير بن العوام، وتعليق جثة عبد الله، جثته، صلبها وتعليقها، وضرب عنق المحدث والعلامة والفقيه سعيد بن جبير، مرورا بالفظائع في الحقبة العباسية وفي العثمانية، وصولا إلى المرحلة القاعدية والداعشية التي أنجبت نظام الجولاني. هذا النظام في أصله وفصله ومنشئه وعقيدته يستند على كل هذه الحقبة المليئة بالظلام ودموية التي تستند على فتاوى ظلامية وتكفيرية ودموية. هذا التراكم الأسود المدجج بفتاوى التكفير السوداء هو العقل الأيديولوجي للجولاني ولمستشاره أحمد موفق زيدان. أحمد موفق زيدان لمن لا يعرفه تجربته عريقة في التطرف والتكفير والأعمال العسكرية واستخدام المقاتلين للقاعدة وللفصائل الأفغانية في الثمانينات، وكان يعني رأس حربتهم فيما يتعلق بالجانب الإعلامي. تلك الخبرة القذرة لموفق زيدان في أفغانستان وباكستان الآن يستفيد منها الجولاني، وأعتقد أنه تلك الديباجات والتوليفة والذكاء المفخخ بالغدر والخيانة لدى الجولاني في جانب منه يتكئ ويستند على خبرات
موفق زيدان. وموفق زيدان أيضا علاقته بتنظيم النصرة قديمة، يعني تعود إلى بدايات وجوده في تركيا وتحركاته وتنقلاته منذ 2012 و13 يعني. لكن عندما أصبح الجولاني السلطة اقترب أكثر يعني من هذه السلطة، وصار مستشار الجولاني لشؤون الإعلامية ولزوم الدعاية. الجوبلز تبع الجولاني، العقل الإعلامي الأسود، هو هذا موفق زيدان. طبعا إلى جانب بقية طاقم الزبانية الذين تشربوا التكفير والضلال وشهوة السلطة والتسلط. دوغمائية عقائدية بهذا القدر من الانحطاط، تستثمر الدين لخداع الناس. كيف لها أن تحترم عهدها مع من يختلف معها؟ فإذا كان معاوية بن أبي سفيان، وهو من هو كبيرهم والأب الروحي والمرشد الروحي لهذه الجماعة، لجماعة الأمويين الجدد، إذا كان معاوية بن أبي سفيان قد أبرم صلحا مع الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم نكث به وخان العهد وقتل الحسن بالسم. شخص مثل معاوية أورث ابنه السلطة، رغم أنه يفترض أن تكون الأمور شورى يعني وليس توريثا. شخص من هذا النوع يعني في التاريخ الإسلامي هو عمدتهم وحجتهم ومرجعهم، فعل ما فعل من غدر وخيانة وخسة، سواء في حق علي وبحق الحسن بن علي. بدكم أنتو يا بسطاء من الجولاني أن يكون وفيا بعهوده ولا ينكثها؟ إذا كان جده، إذا اعتبرنا هو من القمر بني أمية، إذا كان جده معاوية بن أبي سفيان من هذا النوع في الغدر والخصة وشهوة السلطة، بدكم الجولاني يتخلى عن السلطة؟ مستحيل. إذن طبيعي أن الجولاني يغدر بالدروز وبالعلويين وبالكرد، وهذه من طبائع الحركات الجهادية السلفية والإخوان المسلمين، شيمتهم الغدر والطعن في الظهر. فالتطبع بيجي بيحكي لك أخوتنا والأكراد والعلويين عين اليسرى والدروز عين اليمنى والكرد البطين الأيمن لقلبي والمسيحيين البطين الأيسر لقلبي، وكله كذب بكذب دجل بخبث بلؤم بغدر، كله هيك. مهم دولة السلفية الجهادية الشيعية يهتز عرشها في إيران، وهي آئلة للسقوط يعني، وستسقط يعني عاجلا أم آجلا، بينما تتأسس دولة السلفية الجهادية السنية في الشام، وستتمدد يعني إذا تمكنت ستتمدد إلى العراق وإلى لبنان وإلى الأردن وإلى السعودية، وستصبح يعني وبالا على مشغلي هذا النظام وداعمي هذا النظام من أهل الخليج قريبا. أقول قولي هذا في هذا الفيديو، وقد نشرته أيضا على صفحتي في الفيسبوك. أقول قولي هذا داعيا العرب قبل الكرد، والمسيحيين قبل المسلمين، والعلويين والإسماعيليين قبل الدروز، والسنة الكل، إلى الاعتصام في برلين ضد تنظيم طالبان سوريستان اللي هو
تنظيم جبهة النصرة وبزعامة الملة أبو محمد الجولاني. لا تمنحوا هذا الورم السرطاني الخبيث فرصة أخرى لينمو ويستشري. لا تنخدعوا بالطاعون والكوليرا والإيدز الذي تسمى مجتمعة بفخامة الرئيس أحمد الشرع. هذا الشخص يجمع في تكوينه وفي سلوكه وفي أدائه الطاعون والكوليرا والإيدز، وأنا أتحدث بالمعنى السياسي وبالمعنى الأخلاقي وليس بالمعنى الطبي والعلمي. لا تنخدعوا بمراسيم مسيلمة الكذاب والكلام للكرد، يعني من باب التندر والفكاهة. يا ليت أحدهم يخبرني ما هي صلة القرابة بين المرسوم 13 الذي أصدره الجولاني والمرسومي شيخ أحد القبائل اللي كان مع الشيعة ومع النظام السابق نظام الأسد، والآن المرسومي مع نظام الجولاني. المهم لا تنخدعوا بمراسيم مسيلمة الكذاب الرئاسية أيها الكرد، كما انخدعنا نحن بثورة الحرية والكرامة في سوريا التي أنجبت نظاما سلب السوريين حريتهم وانتهك كرامتهم وأعراضهم. خلاصة قولي: عاشت سوريا ويسقط أحمد القرع، عاشت سوريا ويسقط أحمد الشرع. المهم دعونا نتجه إلى المرسوم المتعلق بالكرد. طبعا أنا كتبت مقالين أو 3 على صفحتي في الفيسبوك، أبديت وجهة نظري فورا من هذا المرسوم، وقلت إنه متأخر. هذا المرسوم متأخر يعني، وهو التطبيق العملي لاتفاق 10 آذار. إذا بترجعوا بنود، قارنوا ما بين بنود اتفاق 10 آذار ومرسوم الجولاني بعد مرور سنة كاملة على هذا الاتفاق والبنود التي ينبغي للدولة أن تقوم بها لكي تستجيب قسد، والنظام الجولاني انتهك هذا الاتفاق، لكنه في نهاية المطاف تحت ضغط دولي اضطر لإصدار ذلك المرسوم، وسيستخدمه للاستثمار السياسي وللضغط السياسي والعسكري على الكرد وعلى قسد. دعونا نناقش ما قال، يعني عفوا قبل المناقشة، يعني المقدمة التوطئة التي بدأها والكلام الاستهلالي والترحيبي بالكرد وأحفاد صلاح الدين، لكن ما لفت انتباهي تلك العبارات أنه هذا المرسوم سيضمن حقوق الكرد وبعض خصوصياتهم. الصحيح والأكيد تاريخيا وسياسيا واجتماعيا وقانونيا، وينبغي لهذا المرسوم أن يضمن بعض حقوق الكرد، هي مش كل حقوق الكرد، كشعب عريق تاريخي تعود جذوره إلى آلاف السنين على هذه الأرض. هذه بعض حقوق الكرد وليست كلها، ويعني بعض خصوصياتهم. عدا عن ذلك، يعني هو في استهلاله يشترط يعني النازحين أنه يرجعوا دون قيد وشرط ما عدا سوى إلقاء السلاح، وكأنه النازحين اللي هجروا النظام الجولاني وأبو عمشة وسيف فولاد
وكل هالزعاطيط والخراطيط، هؤلاء النازحين كانوا مسلحين وينبغي أن يلقوا سلاحهم. عدا ذلك في ذلك الاستهلال بيقول الجولاني أو تلميحا يعني أنه هذا آخر ما عندي، لا تحلموا بشيء تاني يا أكراد، هذا سقف الأمور. مهم دعونا نناقش هذا المرسوم رقم 13 لعام 2026 ويعني منشور على منصات التابعة لنظام أحمد الشرع، وحتى بالشكل بصيغة تخالف الإعلان الدستوري وتخالف خطاب النصر اللي صار، على اعتبار أنه أحمد الشرع هو الرئيس الانتقالي المؤقت، رئيس للمرحلة الانتقالية المؤقتة وعمرها 5 سنوات، وهو في مرسومه بالصورة المنشورة اللي شفتوها مكتوب الرئيس أحمد الشرع، لا صفة الانتقالي ولا صفة المؤقت موجودة، وهذا توصيف قانوني طبقا لخطاب مؤتمر النصر وطبقا للإعلان الدستوري. المهم هذا الخرق الأول، الصفة اللي بيعطيها لنفسه شايل منها الانتقالي والمؤقت. رئيس الجمهورية بناء على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام الإعلان الدستوري تقول إنه رئيس انتقالي مؤقت. أنا هلا عم بحكي وعم بعطي سند للمتطرفين من نظام الجولاني لكي يعترضوا على المرسوم. بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وضمان الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين، الحقوق الثقافية والمدنية، يعني هذا المرسوم له علاقة بهذه الحقوق. يعني مثلا أنا لا أحتاج إلى مرسوم رئاسي لكي أتحدث باللغة الكردية في بيتي أو في الشارع، لا، هذا صار من الماضي. الآن مناطق شرق الفرات والعالم والمهاي كلها قنوات تلفزة، إعلام، دور نشر، بمعزل عن كل الأمور. هذا المرسوم هذا ماذا رسم؟ المادة يرسم بابا، يرسم ماما بالألوان، يرسم علمه فوق قممه، هو فنان. يعني مع بعض التعديلات لقصيدة شو اسمه الشاعر سليمان العيسى اللي كانت في كتب يمكن المرحلة الابتدائية الصف الأول أو الثاني. المهم يرسم أحمد الشرع ما يلي: المادة الأولى: يعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري. العبارة غلط. ليش؟ لأنه لما بتقول المواطنون السوريون أنت يعني خلاص وصفتهم بأنهم جزء من الشعب السوري، يعني خلاص. الأصل في الأمر يعد المواطنون الكرد. المواطنون الكرد طبعا يأخذها على صيغة الجماعة الأهلية، لا يعتبرهم الشعب. الأكثر دقة والأكثر صوابا هو الشعب الكردي جزء أصيل وأساسي من الشعب السوري. هذه العبارة الأكثر دقة، لأن تعداد الكرد في سوريا يتجاوز 2 إلى 3 ملايين، 2 و3 ملايين طبقا للمقاييس الدولية. هؤلاء الشعب، بخاصة أنه لهم امتدادات شرقا في كردستان العراق،
شمالا في كردستان تركيا، وبالتالي شعب. أنت طبعا المعارضة السورية اجتهدت كثيرا للتقليل ولإزالة مصطلح الشعب، خوفا من أن يصار، كانوا بيحسبوا حساب هذا اليوم في الائتلاف وفي المجلس الوطني السوري. دائما كان هنالك حذر من استخدام مصطلح الشعب أثناء توصيف الوجود القومي الكردي في سوريا، كانوا بيحسبوا حساب هذا اليوم. المهم العبارة مش مضبوطة. يعد المواطنون السوريون الكرد، أنت لما بتكتب الاسم الجمهورية بتحط الجمهورية العربية السورية، ما تقول الجمهورية السورية العربية. وقت ذاك تستبق الصفة القومية قبل الصفة الوطنية، لكن فيما يتعلق بالتعامل مع الكرد لا، بتحط الصفة الوطنية قبل الصفة القومية، وهذا يعني خيار فقوس. فيما يتعلق بالموضوع العربي لا، الأولوية للعروبة للقومية العربية، بعدين السورية، الجمهورية العربية السورية. لكن في التعامل مع السوريون الكرد، مش الكرد السوريين، شوفوا العبارة: يعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري. وهي حقيقة تاريخية جغرافية اجتماعية مش بحاجة لمرسوم الجولاني ليؤكدها. يلا مو مشكلة، أهلا وسهلا. وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. يعني كمان هاي العبارة بدها مراجعة، لكن أفضل من الجزء الأول. يعني الجزء الثاني من هذا البند، من هذا الاعتراف بوجود الكرد في سوريا وهوية ثقافية ولغة مختلفة وكل هالتفاصيل، يعني الجزء الثاني أفضل من الجزء الأول. المادة 2: تلتزم الدولة، طبعا هاي المادة 2: تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية. مو واضح يعني. طبعا الكرد يطورون لغتهم وأصلا ثقافتهم وهويتهم وتراثهم لم ينقرض حتى يحيوا هذا التراث. يعني شوفوا هذا البندين الأول والثاني، وأنا سأقرأ لكم الآن الاتفاق 10 آذار: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. طبعا هذا يتعلق بالحقوق السياسية للكرد، مش وارد تماما في هذا المرسوم، لكنه موجود في البند الأول. طبعا حقوق كل السوريين مش بس الكرد، جميع السوريين. لكن ما هو موجود حاليا في حكومة الجولاني وبرلمان الجولاني، السريان أو المسيحيين يمثلها هند قبوات، والكرد بيمثلها مين؟ أخو أو ابن أخ صالح مسلم، مصطفى مسلم القيادي الإخواني البارز الذي يعني انتقل إلى جوار ربه غير مأسوف عليه. ابنه لمصطفى مسلم الآن الوجه اللي يتصدر الشاشات بعد احتراق ورقة عبد العزيز التمو والتانيين. يعني المهم النقطة الثانية هنا في الاتفاق 10 آذار: المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. طبعا مصطلح فضفاض، لكن
شوي يعني بيحكي عن الأمور الدستورية، كافة حقوق الدولة الحقوق الكرد في الدستورية. هون في المرسوم شوي في التفاف حول في تقاطع، لكن في التفاف كمان. شو كمان؟ تعد اللغة الكردية لغة وطنية، مش لغة رسمية، لغة وطنية. هي أصلا لغة وطنية، هي أصلا مش لغة وافدة، يعني هي أصلا لغة وطنية موجودة في دمشق وفي حلب وفي المناطق ذات الغالبية الكردية أو المناطق المعروفة تاريخيا بأنها كردية في الشمال السوري. أصلا هي لغة وطنية، لازم تقول لغة رسمية. تعد اللغة الكردية لغة وطنية ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة وفي المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان. هلا بيطلع لي مهند القاطع ومهند الطاقع ويقول لا يعني هذا طبقا للإحصائيات يعني شو يدرسوا اللغة الكردية؟ الجزيرة نسبة الكرد فيها 2%، وين الأغلبية؟ إذا يعني هل البنود تأتي مفخخة، يعني مش صريحة في هذا الموضوع. وأما ضمن المناهج فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، إما ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي. دخيل عينك يا موفق زيدان، أنت شلون مزبط له يا لهذا البني آدم المرسوم هذا المرسوم طالع من تحت إيد موفق زيدان. المادة الرابعة تلغى جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناشئة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بما في ذلك الذين كانوا مسجلين كغير مسجلين أو مكتومي القيد، مع ضمان المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات. هاي سبقك إليها بشار الأسد. يعني إذا كنت بتعرف فهذه كبيرة، وإذا لم تكن تعرف فهذه كبيرة الكبائر، لأنه الموضوع مش بحاجة، يعني الموضوع انتهى. يعني تجي أنت تكرر مرسوم سبقك إليه بشار الأسد، يلا مو مشكلة، أهلا وسهلا. المادة الخامسة من هذا المرسوم: يعلن عيد النوروز 21 آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. عيد النوروز في الجمهورية العربية السورية باعتباره احتفالا وطنيا يرمز إلى الربيع والتآخي. أنت بالنسبة لك يرمز للربيع والتآخي، بس بالنسبة للكرد مش هيك. بالنسبة للكرد هو عيد قومي ورأس السنة الكردية. فأنت بمرسومك راح تطلع على عيد النوروز بعين كردية، مش بعين موفق زيدان، ولا بعين موسى العمر، ولا بعين فطون حيسبيس. بدك تطلع على هذا العيد اللي هو مش عيد عربي، هو عيد كردي. وانت عم تقول بمرسومك: يعلن عيد النوروز 21 آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية باعتباره احتفالا، مش عيدا، احتفالا وطنيا يرمز إلى الربيع والتآخي. شوفوا التحويرات واللي يبدأها بعيد ويختمها باحتفالا. يلا مش مشكلة، أهلا وسهلا. شو كمان؟ المادة السادسة تلزم جميع المؤسسات الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني شامل. تمام، هذا حلو. يحظر بأي شكل من الأشكال التمييز والإقصاء على أساس عرقي أو لغوي. طبعا
انسجاما مع هذا الأمر أنت لازم تغير الجمهورية العربية السورية، لأنه هذا تمييز عرقي وتفضيل لمكون سوري على باقي المكونات فيما يخص هوية الدولة. يعني أنت قبل كل هذه التفاصيل لازم تشيل العربية، الصفة القومية العرقية لهذه الدولة، ومنشأها بعثي بائد. أنت لازم تضبط أمورك يعني. طيب، وكثير من الأمور يعني. ويعاقب من يحرض على الفتنة والانقسام العرقي طبقا للقوانين السارية. أنت بتعرف يا حضرة فخامة الرئيس، طبقا لهذه المادة كل إعلاميك ومثقفيك ينبغي أن يكونوا خلف القضبان بآذان رجعي نتيجة خطاب الكراهية والحقد والبغضاء والتشويه والتشنيع والكذب والافتراء والاختراق بحق الكرد. كانوا وما زالوا يمارسون خطاب الكراهية ضد الكرد. أنت طبقا لهذا هذه المادة أو هذا التوصيف أو هذا التعريف أو هذا التجريم ينبغي أن تضع كل هاي الأوبئة، منها آسيا هشام، معاذ محارب، موسى العمر، كوسى العمر، قتيبة ياسين، قحيبة ياسين، غسان ياسين، ما بعرف مين ياسين. كل هؤلاء لازم تحطهم في يعني تحت طائلة القانون والملاحقة والعقوبات. وصلت الفكرة فخامة الرئيس؟ وصلت. المادة السابعة، تتولى الوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كما كل فيما يخصه. المادة الثامنة، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بتاريخ صدوره أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بدون صفة الانتقالي، بدون صفة المؤقت، مع التاريخ 16 يناير 2026. عفوا. هذا المرسوم صدر بعد غزوة الأشرفية والشيخ مقصود، وبعد امتناع أو اعتذار قناة شمس الكردية من بث المقابلة التي أجرتها مع الجولاني، ونتيجة ضغط فرنسي وأمريكي على نظام الجولاني أنه يعني عيب عليك يعني أنت وقعت اتفاق وتطالب ببند الاندماج والبنود الأخرى أنت عم تقفز من فوقها، البنود المتعلقة بالدولة، التزامات الدولة تجاه قسد، تجاه الكرد، تجاه المكونات. أنت ما سويت أي شيء وبدك ويندموا على كيفك وعلى كيف أردوغان ودولة باخشالي كأفراد يسلموا أسلحتهم وخلاص، مش ككتلة عسكرية وازنة، مش كمشروع سياسي، مش كإدارة. يعني أنت الإدارة تبعيتك يا أبو محمد الجولاني، اسمعني منيح، الإدارة تبعيتك الإرهابية التكفيرية اللي كانت في إدلب مش منطقة شرق الفرات، جيت وسويتها الدولة، والإدارة الموجودة في شرق الفرات اللي هي دولة بمؤسساتها، بسلطتها العسكرية، بمؤسساتها الخدمية، بمواردها الاقتصادية، هي دولة. بدك تجي وتفككها وتضيء وتدمجها بإدارتك في إدلب، بجبهة النصرة تبعيتك، بجماعتك. يعني تحول من إمارة إدلب إلى دولة، وتفكك دولة شرق الفرات الغير المعلنة وتذيبها وتدمجها في إمارتك. يعني شوف الوقاحة في المقارنة. هو بيحق له انه يصير دولة، بيحق له
ينقل معداته، بابا غنوجه، سلطاته، شو اسمه البشير تبعه، أنس خطاب، وكل هالزبالة ياخذها معه. وبعدين بيجي يلحق أبو عمشة وأبو رفشة والعمشات والقحبات والعرصات، هدول كلهم يدمجهم يعملون جيش، كل هالميليشيات، ويجي يفكك مؤسسات شرق الفرات وجيش شرق الفرات وكله، وهي جاهزة وأكثر رقي وأحسن انضباط من مؤسساته، ويدمجها في دولته. مين؟ أبو محمد الجولاني. المهم هذا المرسوم، قلتها وأكرر، يعني صدام حسين في سنة 70 وقع مع الزعيم التاريخي الكردي الجنرال مصطفى البارزاني اتفاق 11 آذار. شو سوى صدام حسين بعدين؟ لأنه الكل رضعانين من نفس البز، يعني أرسل مصحفا مفخخا لكي يغتال الزعيم الكردي، لأنه صدام حسين وأحمد حسن البكر وقعوا تحت الإكراه، تحت الضغط، تحت القوة الكردية والنضال الكردي على اتفاق 11 آذار. وفشلت محاولة الاغتيال القذرة تلك، فشل ذلك الغدر عند صدام حسين. صدام حسين اللي الجولاني كان رايح على العراق مشان يقاتل دفاعا عن نظام صدام حسين في مواجهة الاحتلال الصليبي الأمريكي ما بعرف شو. شفتوا مستوى الحضيض والانحطاط عند السلفية الجهادية والأخوان، يعني مشان السلطة مستعدين يبيعوا النبي والقرآن وآل البيت، كل شيء يعني مستعدين أن يبيعوه فقط للسلطة. نفس سلوك معاوية الذي لم يقم حرمة للدين أو للنبي أو ابن عمه أو لزوج ابنته أو لأحفاد النبي. كل هالتفاصيل ضربها عرض الحائط. خير من يمثل العقل الأيديولوجي الموجه للإسلام السياسي وشهوة السلطة هو معاوية بن أبي سفيان. نعم، هذا المرسوم في جملة من الاعتبارات، منها ما هو متعلق بالاستثمار السياسي ضد قسد وضد الكرد. شوفوا، هاي نحن أعطيناكم، لا راح يطلع لي المثقفين السوريين وطلعوا، وأنا كمان ورحب بهذا المرسوم، لكن هذا المرسوم قيمته القانونية لا شيء، لأنه بإمكان أحمد الشرع يلغيه بمرسوم ثاني، وخاصة أنه هو رئيس انتقالي مؤقت. 2، حل القضايا القومية، والقضية الكردية قضية قومية ديمقراطية أصيلة في سوريا. حل القضايا القومية يعني تكون ضمن البرلمان، تحت سقف البرلمان بمنتهى البساطة. الشرع بإمكانه يقول للبرلمان تبعه اللي هو نصبه نناقشوا هذا المرسوم وانتقدوه وألغوه، وأنا سألتزم، أنا تحت أمر سلطة تشريعية، وطز بالمرسوم. يعني بمنتهى البساطة أحمد الشرع بإمكانه يسوي هيك، يا إما يلغي هذا المرسوم بمرسوم، أو يأمر مجلس الشعب بالطعن فيه والانقلاب عليه وإلغائه قانونيا وبشكل ديمقراطي. والأغلبية صوتت وقالت لا، أغلبية الجولاني، والبرلمان ومجلس الشعب دكانة من دكاكين الجولاني حاليا. يعني القوة القانونية لهذا المرسوم لا، يعني معدومة قياسا بنصوص دستورية أصيلة أو بنصوص فوق دستورية واردة في الدستور. إذا هذا الجولاني صحيح فيها، يعني صادق في عهده وفي وعده، ينبغي أن يدرج هذا
المرسوم في نص الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، هذا أولا. 2 كتمهيد ويوثق في الدستور القادم، في نص الدستور القادم، اللي هو انه هي المسائل بدها حصانه دستوريه، بدها بنود دستوريه تقر وتعترف بانه هذا الشعب الكردي جزء اصيل من الشعب السوري. يعني مشان تعرفوا الفرق، يعني بعض الكرد هللوا وطبلوا وزمروا، مش مشكل، انا كمان رحبت يعني. وبعض الكرد بالغوا في التهليل والتطبيل والترحيب، وانا اتفهم ظروفهم، خاصه من الاصدقاء والصديقات في عفرين، لانه عفرين والكرد في عفرين وفي الشيخ مقصود تاذوا كثيرا من حزب العمال الكردستاني، وذاقوا كثيرا يعني من وعود قسد يعني التي اتضحت انه مش صحيحه يعني. وبالتالي أنا أتفهم حنقهم وغضبهم الذي دفعهم للترحيب والتهليل بهذا المرسوم أكثر مما يستحق، يعني أكثر مما يستحق. مهم هذا المرسوم صدر في هذه الفترة واستبق زيارة الجولاني لبرلين، لأنه الكرد يحضرون لاعتصام جماهيري كبير في برلين، والسوريين لا يمكن أن يخرجوا في اعتصامات، لأنه أصلا سبب زيارة الجولاني هناك لكي يعيد اللاجئين السوريين. فالآن إذا الجولاني أصدر أمرا للسوريين لحاضنته الموجودة في أوروبا وفي ألمانيا بالعودة إلى الوطن، وأن الوطن بحاجة إلى خبراتكم وكذا، هدلون اللي بتشوفون على السوشيال ميديا وبيطبلوا بزمروا، راح ينقلبوا على الجولاني وراح يصيروا معارضين للجولاني لكي يحافظوا على بقاء وإقامات وجنسيات في أوروبا. دجالين محتالين أنا أعرفهم واحد يعني، أو مش واحد يعني، أغلبهم لن يتخلوا عن أوروبا، ولن يلبوا هبت ولبت من البلدان الأوروبية والعودة إلى حضن جنة الجولاني. كذابين يعني، مقطعين موصلين وعاملين حاضنة إلى الجولاني هون. لا أشوفهم الألمان والأوروبيين بيراقبوا، صاروا عيون مفتوحة عليهم. اللي بيرحب بالجولاني تفضل يا حبيبي، أنت ترحب بنظام الجولاني، وسقطت سرديتك فيما يتعلق بموضوع اللجوء، سقطت، فتفضل يعني ورجينا عرض كتافك، رجع على بلدك. لا أشوفهم كيف يعني سيتخلون على النعيم الذي هم فيه على الأراضي الأوروبية ويروحوا للجحيم الموجود في ظل حكم نظام طالبان سوريستان. أحد أسباب هذا المرسوم هو استهداف الاعتصام الذي سيقام في برلين لمواجهة الجولاني. جملة يعني من الأسباب دفعته لكي يصدر هذا المرسوم، وإلا لماذا تأخر طالما أنه نصوص أو تفاصيل هذا المرسوم هي نفسها تفاصيل الاتفاق والتزامات الدولة فيما يتعلق بموقف الدولة من الكرد ومن حقوق الكرد وكل هذه التفاصيل. ليش يتأخر كل هذا تطبيق الدولة؟ لأنه الدولة لم تطبق شيئا، فاقمت المشكلة أكثر وضاعفتها أكثر باستهداف الحيين الكرديين، والآن يستهدفون الطبقة والرقة والمشاكل لن تتوقف عند هذا الحد. إذن هذا المرسوم بالنسبة لي وثيقة، لكن مثل هذه الوثيقة عندما أناقش أعلام الجولاني ونظام الجولاني، عندما أناقشهم سأبرز
هذا المرسوم في وجههم كوثيقة، لكن القوة الدستورية والقوة القانونية معدومة، لأنه رئيس انتقالي مؤقت، لأنه هل تفاصيل غير واردة في الإعلان الدستوري تمهيدا وتوطئة لتثبيتها في الدستور الدائم ومحصنة بمواد فوق دستورية. مش هيك يعني الموضوع، مش بهي البساطة اللي بيتصورها موفق زيدان وغيره من اللي حوالين الملا أبو محمد الجولاني رئيس تنظيم طالبان سوريستان. أكتفي بهذا القدر، دمتم بألف خير.